أهلا بكم. دعونا نستكشف معا تحفة أدبية مذهلة لخصت بالفعل حضارة الأويغور العريقة بأكملها في كتاب واحد. السؤال الجوهري هو: كيف يمكن لنص محمود أن يختزل تاريخا وثقافة تركية بهذا الاتساع في مجرد صفحات؟ حسنا، لنتعمق قليلا. هذا ليس مجرد قاموس، بل موسوعة مذهلة تضم الفلك، الجغرافيا، التاريخ والأدب التركي. تخيلوا، جمع هذه المواد الثقافية والتاريخية النادرة استغرق 15 عاما كاملة من العمل الدؤوب والمستمر. بالطبع، وراء هذا الإنجاز العظيم أشخاص استثنائيون أخذوا على عاتقهم حماية هذه التحفة الفنية من الضياع. علماء مخلصون جدا أمثال عبد الله وإبراهيم إفندي قادوا بشغف كبير كل الجهود لإنقاذ هذا النص. لقد تحول الأمر لورشة عمل ضخمة، حيث تضافر جهود الأكاديمية بحماس لترجمة هذا الإرث العظيم. والمذهل هنا أن النص يشير إلى 30 عاما من البحث المستمر والتفاني الهائل في هذا العمل. هذا التفاني أثمر أخيرا عن طباعة ثالثة حاسمة، والتي أصبحت اليوم كنزا معرفيا لا يقدر بثمن للباحثين. المثير للاهتمام حقا هنا هو عبقرية النص في تقديم أدلة لغوية ملموسة تربط الكلمات بالطبيعة الجغرافية. انظروا كيف توضح هذه اللواحق التركية ببراعة شديدة انعكاس المفردات على الجغرافيا الطبيعية المحيطة بشكل مباشر. وفي ختام النص نجد تعبيرات شعبية ملحمية تنبض بالشعر والإيقاع لتحفظ لنا روح الأجداد وحكمتهم الأصيلة. إذن ختاما، ما هي العوالم المنسية الأخرى التي قد يكشفها لنا مجرد نص قديم واحد اليوم؟